السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى وأحسن متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير وسعادة يا رب. هحوش بس المعركة دي الأول وارجع لكم تاني. النهاردة إن شاء الله احنا هنعمل الفيديو، هو هيكون خاص بس بالفراخ البلدي. نجهز لها يعني عشان البيض وكده ان شاء الله. بس انا هعمل يعني في حاجه هتتعمل في الفيديو. والله يا جماعه مجال اليوتيوب ده غريب جدا، بيخلي الواحده تعمل حاجات يعني ما كانتش بتعملها ولا كانت تعرف تعملها ولا كانت حتى يعني انا مجرد يعني انا كنت عامله الفيديو قبل كده بتاع كسر الشوكه بتاع الحمام. عمري في حياتي يا جماعه ما كنت اتخيل اصلا ان انا ممكن اعمل حاجه زي دي اطلاقا يعني. فطلبات الناس وطلبات المتابعين اعملي كذا ورينا كذا، فبيضطر الواحده يخليها تعمل كل حاجه، يخليها تعمل اي حاجه عشان ترضي المتابعين، وعشان طبعا الناس الحلوه اللي وقفوا جنبها وكبروها وخلوها يعني معروفه، فما بترضاش ترفض لهم اي طلب. يا رب بس نكون عندكم حسن ظنكم ان شاء الله. طبعا بتبقى فيه فيديوهات كتيره جدا مطلوبه مني، بس انا والله ما برضى اعملها. فيديوهات كتيره مطلوبه مني برضه عن الطيور، لان انا مجال الطيور ما برضاش اعملها. فيديوهات يا جماعه. بس انا عايزه اقول كلمتين قبل ما ندخل في الموضوع ونعمل بس اللي برضه هنعمله للفراخ. وفي ناس برضه هتعترض لا كذا ما اعرفش ايه. هنشوف الاول احنا هنعمل ايه. فيديوهات برضه يا جماعه بتاع التزاوج والحاجات دي. يا جماعه دي طيور ودي معروفه. الواحده لو ما جابتش البطه ولقيت الذكر بيتزوج مع دي ما تنفعش. فانا لازم اوريها التهجين، ده بيتزوج مع ده يطلع تهجين كذا. ما دام انا فاتحه قناه يوتيوب فلازم يا جماعه يبقى الحاجات دي موجوده كل حاجه. الناس اللي بتهاجم اللي اتأدب يا جماعه سبحان الله مش عارفه يعني. بس برضو الواحد يعني بيعمل حاجات. اي واحده فاتحه قناه بتضطر ان هي ترضي الناس، يعني على حساب حتى يعني على حساب انها تبقى متضايقه او على حساب انها تسمع تعليق سلبي كلمه سلبيه. ايوه بتضايقها من جواها، بس هي عايزه ترضي الناس اللي وقفت جنبها وكبرتها ووصلتها للمجد اللي هي فيه ووصلتها للشهره ووصلتها كل حاجه، مش عايزه تزعلهم. برضو بتبقى فيه برضو فيديوهات يعني ممكن فيديوهات عنف، فيديوهات حاجات كتيره. ممكن واحده ما تكونش اصلا بتعرف تذبح، ما تكونش بتعرف تعمل، فبتضطر تحاول تذبح قدام الكاميرا وكده وهي ما بتعرفش حتى تمسك السكينه. ممكن قدام ولادها ممكن تعمل اي حاجه عشان تضطر عشان ايه، عشان يعني عشان تعجب الناس وعشان خاطر قناتها تبقى محبوبه وكده. فاحنا برضو ان شاء الله النهارده كده هنعمل شويه حاجات للفراخ. يمكن انا برضو شاركت ولادي فيهم. هي مش نعمل عنف ولا حاجه، لا بالعكس مش نعمل عنف ولا حاجه، بس يعني هي الحاجه دي لازم مساعده حد يبقى مع الواحده يعمل معاها. ويا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم، ويا رب تكونوا بتستفيدوا اي حاجه، ويا رب تكون يعني اي فيديو الواحد بينزله او اي وصفه او اي حاجه يا جماعه ممكن يبقى عنوان الفيديو حاجه والوصفه وتبقى جوه معبر عن كل الوصفات ومعبر عن حاجات كتيره جدا جدا انت هتستفادي منها وغيرك هيستفاد منها وكل هيستفيد منها. فاحنا ان شاء الله كده ندخل بقى على الفيديو ونشوف. احنا هنحبس. احنا اولا يا جماعه انا هفضي دلوقتي هفتح عشه الحمام دي وهضطر انا هتعب ايوه قوي. ام عمر كانت حطاهم امبارح انا خرجتهم عشان يتهوى شويه، لان الفراخ البلدي ما ينفعش بكل الطرق ان هي تتحبس، فلازم تتهوى شويه. فانا هحاول افتح العشه دي كده وادخل الفراخ البلدي جواها ونشوف هنعمل معاها ايه ان شاء الله. وارجع بقى باذن الله تاني برضه اطلعهم وادخل الحمام واحبسهم تاني. يعني بيبقى عذاب في الفيديو، عذاب نفسي وعذاب جسماني وعذاب كل حاجه. يا رب بس تدعموا الفيديو باللايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد. ممكن حد ما يكونش عارف يعمل الحاجه دي يعملها، والحاجه دي بتفيد الطيور جدا وبتفيد الفراخ جدا. عشان الفراخ بتاعتك ما تروحش عند الجيران، ما تروحش هنا وهنا ويجي لها فيروس والكلام ده كله. ندخل على الفيديو بقى ونشوف نعمل للفراخ ايه ونرجع تاني ان شاء الله نكمل. وطبعا يا جماعه انا صراحه ما لقيتش مكان افضل من هنا. ما رضيتش اطلع الحمام. طبعا يا جماعه الناس اللي هي يعني بتبقى خافه على طيورها من الانفلونزا، بتبقى خافه على طيورها من الديدان، من انها تطلع تاكل اي حاجه. ايوه سيبهم فوق سطح بيتي، انما سيبيهم يمشوا هنا وهنا
هتبقى الموضوع صعب عليك. يعني في ناس فراخها بتروح عند الجيران وتضطر تطلع تجيبها، فممكن يكون فراخ الجيران يكون فيها الفيروس، فمجرد ان هو الفرخه بتاعتك تنقل من فراخ الجيران هتموت لك كل الطيور بتاعتك. فانت خلي بالك يعني، حرص بكل طريقه. احنا طبعا دي فرخه بلدي يا جماعه خلاص اهي زي ما انتم شايفين. الله اكبر اهو، الله اكبر. احنا هنشوفها اولا قبل ما اعمل لها الحاجه دي واحوش لها الريش بتاعها ان شاء الله بالمقص وكده. هنشوف هي. في ناس بقى مش عارفه الفراخ يا جماعه بالذات لما تبقى فاتحه قيرتان بس بتبيض، تحط ايدك كده تجدلص بعضها كده. مش بقول لكم الواحده تضطر تعمل كل حاجه. خلاص يا لينا مش هتقعد تستنى الصبعان دول كده وتحطيهم هنا. هتشوفيها لو فاتحه قيرتان كده خلاص هي مقربه تبيض. دي فاتحه قيرتان خلاص هي تقريبا على بيض بس ما عليهاش البيض. انا قلت بقى الريش بتاعها كده عشان الجيران بتوعي يعني طيورهم محصلها تعب، فانا خايفه على الطيور بتاعتي. نقرب الحله دي كده عشان البتاع ينزل فيها الريش ينزل فيه عشان ما بهدلش السطح اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنبتدي بقى كده بالمقص وطبعا بمساعده لينا. طب حرام يا بنتي حرام ايه؟ انا لو انا يعني كنت هطيق حد يعمل فيها كده. يا سلام وانت حيوان. شايفين يا جماعه لينا بتقول لي ايه؟ هو المفروض يا جماعه ايوه الواحد ما يعملش العنف قدام الاطفال، ما يعملش العنف قدام، وده مش عنف اولا، انا بقص لها الريش بتاعها بس. انت تنزل دم يا ماما حرام. لا مش هتنزل، مش هجيب لها من تحت خالص. اهو يا جماعه احنا قصنا نص الريش كده. المفروض بقى نص الريش ده انا بجد يا جماعه والله يمكن ما كنت بعمل الحاجات دي اطلاقا، ولا كنت اصلا بطيء امسك الطيور، وكنت بخاف من اي طيور. من يوم ما الواحد فتح القناه وهو بيضطر يمسك اي حاجه ومضطر يعمل اي حاجه، يعني خلاص هو ما دام ده شغل، ما دام الواحد دخل في المهنه لازم يعمل كل حاجه، لازم يعمل كل حاجه عن الطيور. طبعا كان مستحيل الاول ان انا امسك فرخه امسها او اعمل لها اي حاجه. دلوقتي ممكن عادي اقص منقار الفرخه. خلاص يا لينا ناخدها خلاص ماشي هاتيها. لينا يا جماعه الفرخه مضايقاها وهي متضايقه من المنظر وانا بقص كده يعني. خلاص انا هسيب الفرخه دي هاتي التانيه. لا طب كفايه دي كفايه. طب وريني يا لينا. لا طب كفايه طيب انا هعمل دي بس قدامكم وتعملوا زي ما انا بعمل كده قدام لينا عشان هي زعلانه هي وسامه. خلاص يا سما ما تكشعريش انت التكشعر الجامده قوي دي اهو. برضه نفس الطريقه يا بنتي. مش حرام، ده ريش ما فيش اي مشكله عشان ما تروحش عند الجيران اهو. زي ما معاها كتير. لا يا حبيبتي دي مش فراخ طيور، دي فراخ بيتي. الطيور دي الكلام ده لو كان الحمام، انما دي فراخ بيتي يا لينا، ودي ما فيهاش يا حبيبتي اي حاجه وعنف. انا برضه غلطانه ان انا بعمل، بس هم ملازميني على طول كل ما اطلع فوق يطلعوا ورا. فانا مش هعمل بقى، انا مش هكتر تاني يا جماعه، مش هكتر تاني. وهعمل بس الفرخه دي. والناس برضه اللي بتقول خلاص يا لينا مش هعمل، خلاص هي اخر فرخه. طب خلاص اخر فرخه بس هقول على الكلمتين دول. الناس اللي بتقول الفراخ بتاكل البيض، في حته يا جماعه كده برضه انا ممكن اقصها لكم هنا في الفيديو، بس ما ينفعش يعني عشان الاطفال موجوده سمعوا لينا، فانا ممكن اعملها لكم في فيديو لوحده. قص لهم الحته المتنيه الصغيره دي كده، الحته الصغيره دي بس قصها لهم، قصها وهي ما تاكلش الفراخ تاني. وفي نفس الوقت برضو البطه لو بتاكل الفراخ البط بتاعها بس. فبرضو انا بقول لكم وبقول لنفسي ما فيش اي واحده تعمل اي عنف او اي حاجه كده قدام الاطفال. انا والله كنت هعمل معاكم كميه الفراخ كلها، بس عشان الاطفال موجوده فانا مش هعمل، كفايه بقى عليا دوله. وانتوا اعملوا بقى كده عشان الفراخ بتاعكم ما تروحش عند جيران ولا تطير ولا تجيب لكم الفيروس من اي مكان. وحاولوا بكل طريقه ان انتوا تحبسوا الطيور الايام دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.